يلا يا البنات، جبت لكم فكرة هايلة يعني نحولوا ادهان تاع المقارين الى ادهان طبيعي، يعني دهان تاع بقرات. معنا حاجة شابة، يلا نخدموه مع بعض. عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مطبخ أحبيب تاع جوزتها. كما عودتكم دائما تأتي بالجديد ومتناول الجميع إن شاء الله. وصفتنا نتاع نهار اليوم راهم يحوسوا عليه ياسر السيدات، يحوسوا على هذا الوصفة. اليوم جبتكم هذه الوصفة هايلة يعني الدهان نتاع المقارين، يعني تاع كما نشرو هذايا رايحين نحولوه الى دهان طبيعي، يعني سمن طبيعي، يعني تاع بقره كما اللي نشرو تاع البقره الطبيعي. هذاك القالي هذاك رايحين نحولوه على خاطر رانا نحتاجوها درك في رمضان، يعني المسفوف، يعني الطعام تاع رمضان، الحلويات، البقلاوه، لكل حاجه نحتاجو الدهان الطبيعي، دائما نحتاجوه، او في المناسبات الاعراس والحوايج هذه نحتاجو الدهان الطبيعي للطعام، يعني الكسكس. معروفين الجزائريين الكسكس نتاعهم دائما يديروا الدهان الطبيعي او السمن الطبيعي. درك راح نوريه لكم كيفاش، يعني بمكون واحد رايحين نحولوا المنقارين او كما نقولوا الدهان اللي مش طبيعي راح نحولوه لدهان طبيعي. يعني لازم بهذه الشقاره هذه الصفرة هذه، يعني لازم يكون حليب طبيعي. واللي عندهم البقرات يعني يستعملوا الحليب الطبيعي، مع انهم ما يجيبوش الحليب الاخر او تاع القبره. هذا دائما نقول لكم كاينه حوايج ما تجيش به، هذا راح درك نحولوا به الدهان هذا الى دهان طبيعي، ويكون رائع هايل. وان شاء الله كامل تدعوا لي يا البنات والسيدات. دوك حنوريكم كيفاه. هنا راه عندي بناره، هذه راها فيها 700 غرام، يعني تقريبا كيلو مش كيلو. حنوريكم كيفاش رايحين تحولوه. نبداو على بركه الله. راح نوخر هذه. هنا راني فرقت الدهان هذايا اللي كان هنا، هذا ها هو هنا فرقته كامل اللي كان هنايا، خاطر كان على بالك البرد يكون يابس باش تجبديه كيما ها. راني فرقته هذا وخليته هنا. هذا درك رايحين نحطوه على النار يذوب. درك نوريكم طريقه الاستعمال. درك راح نخليه يذوب قبل ومن بعد نوريكم كيفاش رايحين نحولوه. هنايا واش راح نديرو، هنا راني ما فصلتش كاع كامل الفيديو، راني راح نخدم مباشره نطوف. هنايا عندي هذه الشكاره نتاع الحليب راح نفرقها. هنايا لازم تكون يا البنات حليب طبيعي، ما يكونش رايب. الا كان رايب راح يتخسر معاك معناها الخدمه هذه راح تتخسر معاك، مش راح تنجح لك. خلاص دوك راح نفضي كلش. وعلى بالكم الحليب راه عادي يجي طبيعي، مش كما قبل كان مزيود والماء وكلش، راه عادي يجي طبيعي. هاك كما راكم تشوفوا راني نفرق كامل شكار. راح نفرق كامل الساشيه نتاعنا. هاك راح نوخر. هنا واش راح ندير البنات، قرصه تاع ملح باش ما يكونش الدهان تاعنا صامت. على بالك لازم نديرو شويه ملح، ما كفرش، شويه برك. هاك ورايحين نخلي الحليب تاعنا يسخن، يعني المقارين هذا اللي رانا حاطينه، الدهان هذا اللي حاطينه يسخن. لازم يكون هذا الحليب ساخن، وهو ساخن ما لازمش تحطوه بارد في بارد او عود الحليب بارد والدهان ساخن وتحطيه فوقه، راح يدير حاله، يعني راح يحرقك. كيما هنا راه بدا يذوب السمن نتاعنا. دوك راح نخليه يذوب خلاص. والحليب تاعنا راه يسخن، لازم تخلوا الحليب يا البنات يسخن، ما ديريش ساخن مع بارد، راح يدير لك حاله. على بالك الدهان مع الحاجه تاع الماء ولا الحليب راح تطشش كامل في وجهك وتخسر لك كامل الحاله. درك راح نخلوه يسخن السمن نتاعنا والحليب راه يسخن. درك راح تشوفوا كيفيه التحويل، يعني كيفاش نحولوه. هاك وهنا راه الحليب تاعي راه يسخن، لازم يكون سخون يعني يطبخ معناه يقلي باش نقدر نحول. هاك نخلي فيه درك راه يذوب راه مازال راكم تشوفوا فيه مازال. هاك وهنا راح يسخن الحليب تاعي، يعني حاجه سهله صدقوني يا البنات، حاجه سهله يعني راح تعجبكم كاملين، وراح كامل يدعوا لي خياتي وكل متتبعاتي. على بالكم دائما اي حاجه نشوفها مفيده يا البنات، وحاجه تفرحكم، وحاجه يعني تفيد كل العائلات،
والله دائما نحب نجيبها حاجه كي نقول لك كيما تحب لنفسك حب لاخوك المؤمن. يسخن، بدا يسخن الدهان، السمن تاعنا راه بدا يسخن. يعني نحتاجو صدقوني في البقلاوه يخرج تحفه 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 في البقلاوه، يخرج هايل. راه حصريا على اليوتيوب راح تشوفوه. دائما حبيبه عجوزتها تجيب لكم جديد، عمرها ما تجيب لك حاجه قديمه، راح دائما تجيب لكم يعني من افكار حبيبه عجوزتها. يعني نحب كيما نقولوا افكار، نحب الاختراعات، حاجه لازم لازم كيفاش ندير لها هذيك باش نقدر نخمم فيها، والحاجه اللي تفرح لي متتبعاتي الجميلات، ونشكرهم على كامل تعليقاتهم الجميله. واللي مش مشترك يشترك في قناتي باه يلحقوا كل جديد من عند حبيبه عجوزتها. وراها الدخله تاع رمضان ان شاء الله نحتاجوا ياسر افكار وصوالح، وخاصه راني دائما نخصص للبنات المبتدئات والسيدات العاملات، هذول اللي راني دائما نركز عليهم. البنات راهم صغار ساعه يتعلموا، والعاملات دائما يحتاجوا كما نقولوا حاجه سريعه، حاجه معنا افكار كما نقولوا لازم يكسبوها. ما تجي تعبانه وتجي عيانه وتجي هذه لازم كما نقولوا تلقى حل سريع من الطبخ تاعها وكلش. يعني راح نقول لكم حبيبه عجوزتها مش متخصصه فقط في الطبخ، يعني عندي ياسر كما نقول الحمد لله عندي ياسر مواهب. بقى راح نوخر شويه على النار حتى يغلي لي الحليب نتاعي. يعني عندي ياسر افكار وياسر صوالح، يعني قبل من بكري نحب الطبخ، بصح عندي ياسر صوالح نخدمهم خاطي الطبخ. من بعد راني ننزل لكم يا البنات، خليه حتى يغلي، مازال ما غلاش. راكم تشوف فيه راه سخون بصح مازال ما غلاش، يعني نخاف اني نحط هذاك ساخن وهذا شويه مازال بارد راح تلعب الحل. هاك رايحه نجرب بالمقيرفه نشوف راهي معناها نقدر نفرق ولا ما نقدرش. بسم الله. هاو نورمال. يعني قبل ما تنزلي حاولي انك نزلي بشويش تعودي يطير لك الزيت، هذا الدهان راح يخسر لك الحاله. كيما راك تشوفوا البنات يعني اني فرقت هنا، راح نوخر كلش ونخلوه يتقلى. شوفوا البنات الميزه اللي هنايا راها في الحليب مع الدهان، دركا راح ينشف كامل الحليب، راح كيما نقولوا الحليب يختفي الحليب كامل يروح، يعني يدخل في الدهان هذاك اللي درنا السمن هذاك، راح تبقى حاجه قليله واحد الحاجه كيما هاك. دركا نوريكم كيفاش. هذيك رايحين يا البنات نصفوها في الصفايه، وراح تحطي الدهان تاعك. وادعوا لي البنات، ادعوا لي يعني نحوس على دعاء الخير، لانها دعوه الخير ما تقضاش. هاك يعني نمد لخياتي افكار جديده، افكار يحتاجوها. بالك راه عندها هذا الدهان في الدار وعائلتها ما يحبوش فيه بنه السمن هذايا في القاطو ولا في اي حاجه، ولا في اي حاجه تحطها. وذاك نحتاجوا قالب اللوز، نحتاجوا ياسر صوالح، نحتاجوا فيها الدهان هذايا. شوفوا البنات راح يتقلى كامل، شوفي وراح يختفي، ما تخافيش. ساعه حركي راه ما يلصقش معنا، ما يلصقش خلاص. هاك لانه معاه الدهان هذه كامل راح تروح كامل يتبخر. الحليب راح يتبخر هاك، وعسيه ما تديش يفور كيما راك تشوفي، راح يتقلى كلش مع بعض. يعني عمليه سهله، معناها ما هيش حاجه صعيبه. كما كانوا زمان بكري يديروا الدهان تاع العرب يذوبوه ويديروا الذوابه، الناس اللي راها تعرف يديروا كيما هاك، ويديروا له شويه اسميد باش يتخلصوا من كيما نقولوا البن اللي داخل الزبده هذيك، تعود زبده. ومن بعد يصفوها خلاص باش ما يبقاش فيها الماء الحليب هذيك. ومن بعد يديروا لها، احنا عندنا يديروا لها الجرتيل، عندنا يديروا لها جرتيل شويه شيح، ويهدوه حتى يذوب كامل ويصفوه ويخبوه معناها في بنارات كيما هذوك اللي حكيت لكم على البنارات. قلت لكم دائما نسحقوا يا البنات البنارات هذه، تدسي فيها الدهان، تدسي فيها كلش. كي يذوبوه كيما هاك ويخدموه راح يقعد معاك سنه كامله، ما راحش يتخسر داك الدهان ولا يصوف لك ولا يتخسر لك ولا يخضر كيما هاك. لا
شوفي ما شاء الله عمليه سهله جدا. احبيبه عجوزتها راه دائما نجيب لكم الحاجه اللي هي شابه واللي هي تستاهلوها كامل الخياطين. هاك شوفوا دركا راكي ما يبانلكش السمن من الحليب، بس هذاك راح يتبخر كامل الحليب، راح يتبخر كامل الحليب وراح تشوفوا كيفاش رايحه تكون النتيجه النهائيه. هنا كما راكم تشوفوا البنات راه قعد 20 دقيقه وهو على النار. شوفي اش راه تبقى فيه. قعد كامل الحليب راح، هذاك الحليب كامل راح. دوكا حنوريكم كيفاش. شوفوا هي نظن راه واضح قدامكم، تبقى غير هذيك البقايا نتاع الحليب تولي كي الشحم، كانها شحم كما راكم تشوفوا البنات. هي راه قعد 20 دقيقه على النار، اختفى كامل الحليب وقعد غير هذاك الحاجه كي الشحم. هاي وينه نظنها واضحه يا البنات قدامكم. دركا خلاص دركا حنصفي الدهن نتاعنا او السمن نتاعنا من هذا كيما نقولوا هذا الشوائب تاع الحليب هذا. شوفي شحم كيما هو، قعد شحم كيما هو، اختفى كامل الحليب. دركا رايحين نصفوه يا البنات ونوريكم السمن نتاعنا. انا رايحه نصفي لان هذه من قبل كنت الكشاكيش هذوك راح نهز باللزه هذا، دركا راح نسكر ورايحه تشوفي الدهان نتاعنا. شوفي واش بقى هذاك يشبه للشحم يعني كيما الشحم. شوفي هاي نظنها واضح قدامكم. هاك وتخليه راح يتحرق كامل. هاك دوكا راح نخليه هنا، راح نصفيه كلش. شوفي ما شاء الله. شوفي هذه الحاجه راح تبقى من الحليب، اي حليب كعود حليب طبيعي راح يبقى كي الشحم هذايا، يعني خلاص اختفى كامل الريتله تاع الحليب، اختفت كامل، قعد منها غير هذه. دركا رايحه هذه. شوفي الدهن راه صافي، نظن راه واضح قدامكم يا البنات. ها كي الشحم يعود كي الشحم. شوفي هذه ما بقى من الحليب، من الريتله تاع الحليب. دركا كامل راني صفيت الدهن تاعنا. دركا راح خليه يبرد شويه باش نقدر نفرقوا في القرعات كيما هذول. اني موجده قرعات كيما هذه مش راح نرجع لها لاني ما غسلتهاش، تبقى الريحه هي يعني مادام ما غسلتهاش تبقى الريحه هي. دركا راح ندير في هذه وندير في واحده اخرى الدهن تاعنا. دركا نفرغ، نجيب حاجه نهز بها. هنا راح نفرغ في هذه. غسلتها بالماء السخون باش ما تطرطقليش. بسم الله على بركه الله. شوفي ولا احلى صدقيني، ريحته تهبل يا البنات. يعني لازم كامل تجربوه يا البنات، تحتاجوه للبقلاوه، تحتاجوه للطعام، تحتاجوه لاي حاجه تلقوه دهان طبيعي. لان الدسم اللي كانت في الحليب راح تشربها الدهان نتاعنا كيما هاك. شوفي ولا احلى، يعني راح تخبيها كي راح تجبدي دهان طبيعي، يعني دهان ولا احلى كما راكم تشوفوا البنات. راح يخرج تحفه. يعني نحتاجوه في كل المناسبات، نحتاجوه كما نقولوا للحلويات. نديرها بارده، نحاول ندير شويه برك باش ما تطرطقليش القرعه. هاك انا بارده ياسر والدهان سخون بزاف كيما راكم تشوفوا. راح نرجع كلش، رجعتها القرعه نظيفه باش ما تبقاش الريحه نتاع السمن اللي راني درتو قبل. دوك راح ندخر هذه نستعمل غير بشويش نصفيه لان مازالت كاينه كيما نقولوا من الدهان من الحليب هذاك. هاك صافي غير بشويش، نحاول نصفي بشويش. شوفي البنات هاي رجعت الدهان طبيعي جدا يعني كيما هاك كيما تشوفوا. ان شاء الله يا البنات تكون الفكره عجبتكم. اللي مش مشترك في قناتي يشترك، ما تنسونيش باللايك وتعليقاتكم الجميله، والى اللقاء.